بقينا بنعيش في مجتمع عايز يقنعنا إن استنزاف نفسنا علشان الناس طيبة، لحد ما بقينا مقتنعين اقتناع تام إن مفيش خيار قدامنا غير إننا نلبي طلبات الناس اللي حوالينا ونلتزم بالواجبات اللي فرضوها علينا، حتى لو هنضغط على نفسنا علشان ما نحسش بالذنب وعلشان الناس تقبلنا. لكن هل الأفعال دي بتمنعنا من الإحساس بالذنب فعلا؟ هل بتخلينا أشخاص طيبين؟ ولا اللي هما بيسموه طيبة في معظم الحالات بينبع من عقد شخصية وإحساس بالنقص، وإن علشان الناس تقبلنا لازم نقدم واجبات وتضحيات؟ هي مش كده الطيبة بقت حاجة سامة للنفس؟ الكتاب هيقودنا في رحلة عميقة للشفاء من وهم الطيبة، وإننا نعيش من خلال نفسنا الحقيقية، مش بالقناع اللي من خلاله بنعمل أي حاجة مهما كانت علشان ننال رضا الناس. سمعت قبل كده حد بيقول كلام من نوع إني لازم أساعد الناس وإلا هحس بالذنب، أو أنا مرهق لكنهم محتاجيني، أو الشعور بالذنب مش بيفارقني. الجمل دي ظاهريا جايز ما تكونش بتوحي بوجود مشكلة، لأن صعب نتكلم عن الطيبة على إنها مشكلة لأننا فاهمين إنها حاجة كويسة. لكن في ناس بتسعى طول الوقت إنها تتقمص دور الضحية، والشخص ما يعتبرش نفسه شخص صالح من غيرها، ويبقى الموضوع ده هو محور حياته كلها. لكن لازم تفهم ان في فرق كبير ما بين ان يكون الشخص بطبيعته طيب او بيحاول يتقمص الطيبة، اللي هو فاكر انه مش هيتقدر من الناس الا لو كان طيب. لكن بعد كده بنكتشف ان التصرف على طبيعتك وتكون نفسك هو الطريق الصحيح اللي بتدور عليه. كلنا اتربينا اننا نكون طيبين ونعمل كل حاجة صح، لكن لما نبص على العالم اللي حوالينا هنلاقي إن بعض الناس بتحاكي أو بتتقمص الطيبة بطريقة تخليهم ينكروا نفسهم أو حتى يسيئوا ليها. التماهي أو التقمص بالطيبة بيخليهم عايشين في خدمة اللي حواليهم وبيقدموا لهم التضحيات على حساب نفسهم. والمشكلة الأساسية إن لما الشخص بيركز كل أفكاره وعواطفه وتصرفاته على الاهتمام بالناس بيلغي قدرته على تمييز نفسه وأفكاره وعواطفه الصادقة، وبيبقى من السهل جدا خداعه والتحكم فيه. وزي ما هنشوف إن محاولة تجسيد صورة الطيبة بتصعب عليك إنك تفوق وتعرف حقيقة اللي بيحصل. الكتاب هيوضح بالظبط إيه الحاجة المزيفة في تصرفاتك وإيه الحاجة الحقيقية، ويساعدك على الشفاء من خلال إنه ينبهك لحقيقة نفسك ويبعدك عن الدور اللي بتحاول تتقمصه. خلونا الأول نعرف إحنا ليه لازم نخلع قناع الإنسان الطيب ونتعلم إننا نكون حقيقيين. الجزء ده هيوضح الفرق بين إنك تكون شخص طيب وإنك تكون شخص حقيقي. لازم يكون عندك توافق بين اللي بتعمله واللي حاسس بيه. فالعفوية مش قناع ولا زي، العفوية بتعبر عن روحك الحقيقية. لكن اللي كتير مننا مش عارفينه إننا غالبا بنهمل نفسنا الحقيقية ونبذل جهد كبير علشان نتقمص الصورة اللي فاكرين إننا لازم نكون عليها. ومعظمنا مش بيعرف يفرق بين إنه يكون حقيقي وإنه يحاول يبقى صالح. فالطفل اللي اتربى على إنه يبقى ودود وصالح بشكل مبالغ فيه هيبذل كل طاقته ويعمل حاجات بتتجاوز مستوى اللطف والطيبة، ويفضل طول حياته بيحاول يعمل كل حاجة علشان ينال رضا الناس اللي حواليه، ويعتقد إن المفروض يضحي بنفسه علشان الناس ويعمل مهام مش مطلوبة منه أصلا، وإن من مسؤوليته إنه يهتم بكل اللي حواليه علشان يحس بالتقدير في العالم اللي بيرفض حقيقته. ولو ما عملش كده بيحس بالذنب وإن ده كان واجب عليه. الطفل لما يتعلم إنه ما يعبرش عن الغضب لأنه غلط يعبر ويعمل كده بيتعود إنه ما يعبرش عن مشاعره. لما يتعلم إن حاجته في البيت مش خاصة بيه هو لوحده هيبدأ يعتقد إن غياب الحدود في علاقاته حاجة كويسة. وعلشان تحط حد للموضوع ده لازم تكتشف ذاتك الحقيقية. تفتكر يعني إيه تحقيق الذات؟ يعني إنك تدخل ذاتك ونفسك الحقيقية في تجربة الحياة بالوعي والجسد، لأن معظمنا فقد ذاته الحقيقية بطريقة غير واعية في طفولته علشان يعيش دور الشخص اللي بيناسب اللي حواليه اللي بيحاول يرضيهم بأي شكل. إيجاد الذات الحقيقية والعيش من خلالها بتشكل رحلة مش بيتمها إلا الأبطال، لكن خلال الرحلة دي هتواجه خوفك، هتتحدى نفسك وتصارح الأشخاص اللي كنت بتخاف منهم من سنين، وتبعد عن الأشخاص السامين اللي بيسيئوا ليك وللناس. وممكن تضطر تسيب وظيفتك علشان تلاقي وظيفة تانية بتتوافق مع سعادتك. فانت هتخاطر بحاجات كتير علشان توصل للكنز.
اللي هي ذاتك الحقيقية. لما توصل لذاتك الحقيقية بتتغير حياتك تماما، هتعيش الحياة بمبادئك الخاصة، هتكون واثق في قدراتك وشغفك وأحاسيسك الطبيعية، هتاخد قرارات فعالة. لكن مهم تفضل فاكر طول الرحلة إن التفكير في الذات مش أنانية. بقالنا فترة طويلة بنربط بين مفهوم الأنا والأنانية لدرجة ما بقيناش عارفين نفرق ما بينهم، وكل ما فكرنا في نفسنا أو تمنينا بنحسب نفسنا أنانيين. لكن الذات مش أنانية، الذات حية وحرة في الأخذ والعطاء بشكل طبيعي تماما. من ضمن الأكاذيب اللي اعتبرناها حقائق لفترة طويلة من حياتنا هي افتراض حسن النية. فبدل ما نحلل اللي بيحصل قدامنا ونحاول نعرف هو صح ولا غلط، بنقول لنفسنا إننا مش عادلين أو متسرعين في الحكم على الناس أو سيئين علشان شكينا في شخص معين. افتراض حسن النية معناه إنك تتجاهل المعلومات الظاهرة قدامك، بيخليك ما تنتبهش للعلامات، بيخلي تركيزك كله على الحاجة اللي عايزها الشخص اللي قدامك علشان بس يحس انك شخص طيب وودود وحنين، حتى لو عمل حاجة انت مش موافق عليها ولا بتقبل بيها. خلينا نقول على سبيل المثال ان طفل صغير سرق بعض السلع من المتجر بتاعك وشفته وهو خارج، فتفترض حسن النية وتقول ان ده مجرد طفل، ليه هيسرق يعني، وتقوله انا مسامحك المرة دي ومش هعاقبك، وتديله محاضرة عن الصح والغلط وتسيبه يمشي، وتراقب الطفل ده وهو بيكبر وتفتكر انك ساعدته يتعلم الدرس. لكن فجأة بتلاقي اللص الصغير ده بقى بائع سيارات، بيبالغ في زيادة قيمة السيارات اللي بيبيعها، وبيبالغ في قدراتها لأنه معتقد إن الحيلة دي هتساعده في شغله، وانت هو على وشك التوقيع على عقد شراء السيارة، ويجيلك إحساس إن في حاجة غلط، ومع ذلك بتعتبر إن أفكارك دي مش كويسة، فتقول لنفسك بطل تحكم على الناس وتوقع العقد وتسيب المكان بسيارتك الجديدة بالرغم من العيوب اللي فيها، وتقضي الأسابيع اللي بعد كده مع الميكانيكي بتشتكيله إزاي الطفل الصغير بقى شاب محتال. اللي حصل هنا هو إنك تعمدت تتجاهل الحقيقة وتتجاهل حدسك علشان تكون رحيم ومتعاطف لتاني مرة مع الطفل اللي سرق متجرك في يوم من الأيام. بتبقى فاكر إن أكيد الشخص اللي هتعامله بطيبة هيعاملك بالمثل. حل المشكلة دي في 3 خطوات علشان تقدر تبني علاقة صداقة مع قواك الشخصية. الخطوة الأولى، اتعلم تثق في حدسك. حدسك بيعرف، واللي بيعرفه بيكون صحيح دايما. إحساسك هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتكذب عليك، فهو بيعرف لو كان الشخص اللي بتتعامل معاه ينفع يكون صديقك ولا لأ، بيعرف لو الشخص اللي قدامك بيكذب ولا لأ، بيشوف الحقيقة بطريقة ما تقدرش تشوفها من الملاحظة الخارجية. فالشخص الشجاع هو اللي بيتبع حدسه وإحساسه الداخلي بدل ما يستجيب للي الناس عايزينه، والإحساس بالذنب والإحساس بضرورة تحمل المسؤولية بالنيابة عن الناس. حدسك هو نوع من القوة الشخصية، فإنك تبني علاقة متينة بحدسك حاجة أساسية للوصول للحياة الحقيقية. الخطوة التانية، التمييز. التمييز بيخليك تستخدم اللي لاحظته في تصرفات اللي قدامك ولغة الجسد ونبرة الصوت، وتقدر تفهم ايه اللي بيحصل في موقف معين، وبيستخدم قوة الملاحظة علشان يوصلك الحقائق. التمييز بيخليك تعرف هل حاسس بالهدوء والأمان ولا حاسس إن اللي قدامك مش بيحترمك. فالتمييز معناه إنك تركز على الملاحظتين، الخارجية في الموقف والداخلية اللي جواك تجاهه. التمييز مش معناه إنك تحكم على تصرفات الناس، لكن بيخليك تحكم على استجاباتك انت وتقرر لو السلوك اللي بيحصل مناسب معاك ولا لأ. بيساعدك تعرف ايه اللي انت عايزه وايه اللي مش عايزه، فممكن توصل لانك ببساطة مش بتحب ان حد يخدعك او تتعرض لتأثيرات سامة وتاخد القرار المناسب ليك بنفسك. الخطوة الثالثة، الرغبة. ما ينفعش تعتبر الرغبة الشخصية أنانية. لما ذاتك بتعبر عن نفسها بتعمل كده بعبارات حب الذات، حب الآخر، حب الحياة. حب الذات يعني يبقى عندك رغبة في تحقيق ذاتك وأمنياتك، وحب الآخر يعني رغبتك في إنك تكون موجود في تجربة شخص تاني في الحياة، يعني تتعاطف معاه في مواقف معينة. وعلشان تدرب نفسك على كده خصص 2 ساعات في الأسبوع تعمل فيهم الحاجات اللي بتحبها أو هواية كنت متجاهلها من سنين. ومش محتاجة أوضح إن تحقيق رغباتك والأمور اللي بتحبها ملوش علاقة بإنك تعمل سلوك يأذيك أو يأذي حد تاني.
تاني. آخر نقطة هنتكلم فيها مهمة جدا، وهي إنك ترجع المسؤولية لأصحابها، لأنها ببساطة ما تخصكش، وعيش حياتك انت، لأن مش منطقي تكون مسؤول عن حياة شخص تاني. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.